يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير والمحبة والعافية عليكم، يا رب يكون يومكم ونهاركم مليء بالسعادة والطاقة الإيجابية والحيوية، وبداية أسبوع موفقة على الجميع. أهلا بكم وحياكم الله بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة من على شاشة قناة سامراء الفضائية. سأكون وياكم على مدار الساعة من الوقت على الهواء مباشرة، أكيد مثل ما عودناكم مع أجمل الفقرات وأيضا الجولات وضيف من ضيوف الظهيرة المميزين. حيا الله الجميع، وخلينا نبلش بأول فقرات الظهيرة. اليوم احنا فقرة ظهيرتنا راح تصير على الشعر ما بين القصيدة والأبوذية والدارمي. كثير من الشعراء اللي عندنا بالموجودين بالعراق لكن مختلفين بالكتابة، وأكثريتهم يعني أغلبهم يتجهون إلى القصيدة بسبب أنه هو ياخذ مساحته أكثر بالكتابة، وأيضا تكون إلى المسافة مفتوحة. لكن اليوم مو أي شاعر يقدر أنه يثبت شاعريته واسمه بهذا الوسط الكبير. احنا نعرف أنه الوسط الشعري بالعراق وسط كبير، وسط صعب، مو أي شاعر يقدر يثبت وجوده ولا يقدر يبرز اسمه ما بين هذا الكم الهائل من الشعراء. عندنا محافظات عندهم الطفل يحكي شعر، وخصوصا المحافظات الجنوبية كثير من الشعراء اللي موجودين بها، وأيضا لهم مدارس بالشعر وقامات شعرية كبيرة. بالإضافة إلى هذا أنه إحنا بالعراق إحنا من سنوات جدا طويلة نعرف أنه العراق بلد الفن والشعر وأيضا الحضارة، فبالتالي اليوم الأجيال اللي تطلع اللي عندهم موهبة الكتابة والشعر هاي متوارثيها أو هم عندهم بالفطرة، لكن هم اللي يحتاجوا شنو؟ يحتاجوا إلى دعم معنوي ودعم إعلامي في سبيل أنه يعكسون الصورة الإيجابية عن الشعر وعن الكتابة، وخصوصا الشعر الشعبي اللي نشوف احنا أغلب يعني أغلب المستمعين للشعر والذواقين للشعر يعني يحبون يسمعون الشعر الشعبي أكثر من الفصحى، لأنه تكون هو من اللغة البيضاء وتكون اللغة أقرب للناس من الفصحى. لكن بعد كل شاعر هو يشوف وين نفسه، وين يبدأ بالفصحى أو بالشعبي. مشاهدينا الكرام، احنا راح نتحدث بهذه التفاصيل أكثر، راح نسمع قصائد جميلة مع ضيفي راح ينضم معي في الاستوديو، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الغنائي، واكيد انضم وياي خطارنا وضيفني اليوم في الاستوديو الشاعر احمد رمضان. نورتني احمد، مساء الخير. اهلا وسهلا بيك ست شهد، شلونك؟ شو اخبارك؟ حياك الله وكل ربي يحفظك كل الهلا. نورتني. الله يسلمك. السلامة. والله تعبناكم واحنا هم ويانا. لا بالعكس. اي والله. الله يسلمك. احمد انت شاعر وايضا لك قصائد جميلة. الله يحفظك. اليوم انت كشاعر نظرتك للشعر وانت صغير مثل ما هسه نظرتك وانت كبير؟ لا اكيد تختلف، يعني من انت صغير يعني يجوز تاخذ الامور من بساطه وتاخذها منها، بس من تكبر لا راح توعى اكثر. تختلف الكتابه، يعني نظرتك للشعر تختلف يعني جذريا. صح. فكر يعني. يا عمر بديت؟ والله تحديد العمر انا عام مواليدي 1993 بس تحديد ما ادري، يعني قبل 2014 يعني تقريبا 10 سنوات او اي تقريبا اكتب، بس كان الظهور متاخر حكم الدوام يعني. اي فمن لذلك يعني تاخرت بالظهور. طيب اول قصيده لك تذكرها؟ اول قصيده والله ناسيها. ليش كاتبها؟ كتبتها وشو، كل انسان لازم يصير بيك موقف، بس صح. اتذكر منها مقطوع، يعني في شخص انا يعني تخابر قبل شويه، يعني سد التليفون خابرك هاي انتهى. يعني يوم يومين ثلاثة أربعة ماكو، فلاقاني باوع للصفح. زين. أتذكر هي قلت ليش منها مقطوعة، قلت له ما كاتل أبوك وكنا كتالة عقب ما كنا احنا الورد وخياله. الله. شجاك تغيرت ما ادري انا غشن اللون يباوع لي بحق تفص عينك شماله. صح. الله يسلمك. فهذا اتذكر من عندها هي هاي، فمن عندها بديت انه اكتب. هاي اول قصيده. طيب احمد، كثير من المهرجانات اليوم اللي موجوده ممكن انه هي خلت اسم للشعراء، لكن اكو شاعر هو ما قدر يستغل هذه الفرصه. انت استغليت هذه الفرصه؟ شاركتي بمهرجانات؟ لا اي اكيد شاركتي. منتديات هواي شاركت بها يعني. من تجي الفرصه واحده ليش يضيعها من ايده؟ هي بعد جتك الفرصه بعد. لا شاركت بها الحمد لله.
اوكي. احمد، انت بدايتك من 2014 ما صار بيها انقطاع؟ انقطاع بس فترة هي اللي بداية 2014 كانت الأوضاع شوية، وكان وحكم عمل يعني عسكري يعني. انقطعت بس مو انقطعت يعني دائما، يعني فترات معينة يعني، بين مثلا نقول شهرين أو 3 أو هيك شيء يعني. أحمد، نريد نسمع شيء على ذوقك. صار إذا تسمحي لي لا شوي يعني قليل الحفظ. هاي كل إنسان يمر بموقف. نعم. فمريت بموقف يعني ضاعت على نفسي، قلت قضايا هواية حلل روح أبد ما حال. أبسط مشكلة ما ألقى حللها. بين وبين نفسي من انسأل ما أقول خانت بي وادم ما محسبلها. بين وبين نفسي من انسأل ما أقول خانت بي وادم ما محسبلها. أنا الما يحمل أمه بوجهها من الصيح، وحملت أشياء منهم ما تحملها. الله يسلمك. وحملت أشياء منهم ما تحملها، قضيت لهم شغل ما يقضي مال سنين، وصور موتاي ظلت ما مكملها. ولو هذا التعب كل البنات الليل لبست عباية من الخجل كلها. الله. وما قلكم متت، لو ميت أحسن كان، ولا هاي المصايب ما استاهلها. قلب شلون أبدله منيته حتى ارتاح، وانا الما عند جرعة هدوم أبدلها. وانا الما عند جرعة هدوم أبدلها. صغير وشيبت ما داخل 20، ولعيون السعادة ولا تمر لها. يا جرح استجن مو كافي فشلة وعيب، ترى الشمات أبرة وخاف أقربلها. غروب بوجه تلقى من الصبح لليل، وغرفتايا تردد يا الله ادخلها. كنت الروح أدور بس عمل بي خير، وهسه على الخمر قمت أنا أدور لها. هسه على الخمر قمت أنا أدور لها. الله سلامتك. الله يسلمك. صح لسانك. صح بدنك. أحمد، قصيدتك بها نوع من الغموض. اي اكيد. ليش؟ ايش ما تكون غامض احسن، حتى ما حد يحزرك انت شنو. اي لانه احنا عاده نقول الرجاء صناديق مقفله، فايش ما تكون غامض تكون اجمل. احمد، كلامك صحيح، لكن اليوم كل الشعراء او كل الموهوبين لهم شخص دعمهم وفك هاي الشفره اللي يعدهم. يعني منو فك شفرتك انت كشاعر؟ والله يعني كشاعر انه انا بنيت نفسي بنفسي هاي وحده. بس اكو يعني اصحاب الفضل مثلا اكو في بعض الامور انت يعني غافل عنها او صح. ما تدري بها او ما تعرفها. مثل تحياتنا لهم علي ضياء، رسول مدير المنتدى، مصطفى الاخ والحبيب يعني تحياتنا له. فهاي الناس يعني الشخصيات يعني ساهمت. من داخل عائلتك منو اللي يدعمك؟ ما حد من داخل عائلتي. ولا أحد؟ ولا أحد. ولا كانوا يسمعوا لك؟ ولا يسمعوني. ويمكن اكو موقف، اكو شخص يوم من الايام فشايف من تكتب قصيدة وفرحان بيها، فكاتبها وفرحان بيها، اريد اسمعها يعني لهم يعني شخص من اقاربي، فجاي اقرا بيها انا حكى منطق مو حلو، مو حلو يعني. والحمد لله من وصلت وهاي هسه قام يصير عنده شيء ها خلنا نصوراني هاك ستوري هاي، فهاي مشكلة يعني، هاي المشكلة يعني كبيرة هنا. بس الإنسان اللي عنده هدف بحياته، احنا اكو رجل التقيت بيه يقول أحمد السهم من ينطلق إذا دار راسه شوية خرب اتجاهه، فأنت خلي اتجاهك بالهدف اللي تريده. نعم. خلي اتجاهك بالهدف تريده، مالك شغله بالبقيه وفم وراك. طيب احمد، انت بحكم عملك عسكري في وزاره الدفاع العراقيه، اغلب الاوقات للعسكريين تكون محدوده، يعني يا اما بالدوام يا اما بالبيت. وقتك للكتابه شو وقت يكون؟ بالليل، بالنهار، بالدوام، لو بالبيت؟ لا بالدوام يعني. الوقت تقريبا من 3 بالليل وفوق، لانه انا سائق اسعاف بالدوام، وهذا تعرفين هو من اسمه دوام، وانا بمقر الفوج. يعني مقر الفوج دائما يكون عمل اداره يعني، مو مثل باقي المكانات يلزم ماجبه يرجع يرتاح. احنا لا، كمقر الفوج يعني طبابه عسكريه، هذا مريض كتابنا كتابكم، روحي تعالي. شو وقت عندك وقت وتكتب؟ من 3 بالليل ورا، من يصير واجبي 3 ل6 يلا اكتب، لان هنا هم تكون الاجواء هاديه يعني، هدوء الاجواء يعني، تاخذ راحتك. فهذا الوقت يكون طيب حلو. يقال انه
البيئة اللي يكون موجود بيها الشاعر يعني تأثر عليه، تأثر على شاعريته، قد أثرت عليك بيئتك؟ أنا ما أثرت عليه، ما تأثر عليه بشيء. اليوم قلت لك أنا الإنسان من يريد ينطلق باتجاه الهدف مالته ينطلق، يترك الوراء. يعني ما أثرت عليك لا سلبا ولا إيجابا؟ لا ما أثرت يعني. ما طيب أنت عضو في منتدى. أي منتدى الرواسي. نعم. لكم دعم مادي من قبل جهة معينة رسمية؟ لا ماكو أي دعم للشعراء، وأنا مسؤول أمام الكاميرا. أي دعم للشعراء يعني خاصة اللي شفته ماكو، يعني بس كدعم كغير جهة. بس أبو المنتدى لا، المنتديات تدعم. يعني كرئيس منتدى مرات يميل على نفسه يدعم، يعني يسوي أماسي، يسوي مهرجانات، يميل على نفسه شوية. طيب تتقبل الانتقاد؟ انت مدام مشارك في منتدى يعني اكيد وياك شعراء كثير. تسمع الانتقاد؟ اي عادة سمعه. تتقبله؟ اتقبله برحابة صدر. او اخذ اللي يفيدني واللي ما يفيدني. الانسان يقول ما دام الله خلقناك عينان فلماذا ترى الناس بهديناك؟ عامل الناس بما تراه عيناك. انا اللي اشوفه يفيدني واللي ما يفيدني. هاي تعتبر نوعا ما يعني جزء من التصالح ويا الذات. اي ما يعني. احمد نريد نسمع شيء. اي صح. اقول حب الاعدام اشوف ولا اشوف غروب، هوسه براسي تبدي مراطن الخرسان، حيل منين اجيب الحيل ما ينباع، خلف الله عليها تقودني الحيطان، اكابر بالكذب عود انا ما مكسور، من نقلة جدامه يبين السكران، يمرني بحلم مو بالصدق ما اريد، افترت مدن وتلاقت النهران، اجد جدا واشوفك والدليل اعطيك، شوف جفوف دين طبعت البيبان، وبعد لا تقل زحمه، شكبرك التصير شكبر صيت الدلال وحنت للفنجان، البلبل لا تذيره، القفص جنه يصير، يحس روحه بامانه ويكره الاغصان، ورحت مره الطبيب شلون عايش؟ قال عايش عالصور واللوعه والدخان، البستان حرقه ولا تبوقه ورود، يخرب لون وجهه ويصفر البستان، مو موقف سهل بيه العشق سواه، قلق جند بحرب هيك الشعور كان، متهوم بكتل والقاضخ المقتول، ما منا مخرج والنبس اليمان، الوجع بيت الشعر ما مستقر بمكان، هذا ساعة وخاف بالني لقن الدفان. الله عليك. يا أهل قال أعوفه وهذا يا بطران، ما عرفت الجقارة شلون أعوف إنسان. الله عليك. الجقارة ضارتني ما عرفتها، أنا تريد أعوف إنسان. الله يسلمك. ليش كتبتها أحمد القصيدة؟ والله كتبتها بعد ببقتها، بس خاف تسمع مو إلها بقتها. أيوة تحياتنا طبعا للمدام. لا المدام اليوم بات بالشارع من وراك، مو للمدام، للحب السابق يعني. كل إنسان يمر بها، مو شيء لا عيب ولا زحمة، لكن العبرة بالنهايات. أحمد شاعريتك أنت كشاعر شو في تحس بيها بيها قصيدة؟ من تكتب غزل، من تكتب وجداني، لو بكل القصائد، لكن عندك قصائد معينة انه انت تحس بيها واصل بيها اعلى مراحل الشاعرية كشاعر؟ اي مثلا يعني شلون نقول، الغزل ما اتطرق لها القد يعني. اي لا تباعي لي الكاميرا مو خوف. يعني ما اتطرق لا ما احبه، بس احب يعني مرات نتمر، يعني انا مشكلة عندي ويا المراية، عندي مشكلة كلش ويا المراية، اطب واطلع ابوع على نفسي بالمراية، فبوعت على نفسي، قلت نفسي متعوب، قلت ما حسيت بيهن الا اخذني الشيب، شويه راح عمر من الساحه، انا اول صغير الحدب من الضيم، شاب وكان شايب كاظ صفاحه، الله عشت عيشه الاعمى ولا فرح فد يوم، شو مسوي له وما شفت راحه، لا طقيت امي ولا كفرت بيوم، كان ليش الوقت من الفرح زاحه، ندري القلب ما ينسمع له صياح، بس قلبي الوحيد اللي تسمع صياح، البرزخ شفته كله وعدل ما مدفون، خذ لك هيك واحد والمرض لاحه، حتى ويا الزرع ما عده حظ بهاي، وصلت للحصاد وما تفلاحه، هو برأس احس منين ما اندار، لا بالحظ الاسود لا بمصباحه، زنجر كل شبيه بكثر ما مقفول، باب الصبر مو كل شي مفتاحه،
صمحنا ووقعنا بديرة معرسات، كشخت بينا كلها جفوف ذباحة، كل طقة تفصل ينتهي الموضوع، بس ياهل يفصل الكاتلة سلاحه، بس ياهل يفصل الكاتلة سلاحه. صح لسانك. الله يسلمك صاحب. فبهذا القصائد هنا نتباوع على نفسك وتحكيها بحرقة. صح. هنا تحس يعني تأثر. صحيح. أحمد، أنت بديت ب 2014، لكن مستحيل ما أنت كنت صغير ما عندك إذن شعرية للاستماع. لا اكو اذن شعريه بالضبط، يعني أنت عندك يعني لازم تكون من بداية طفولتك أنت سامع. تسمع اي إما شلون كنت صرت تسمع بما أنه أنت أصلك ناصرية وأيضا سكنت الكوت. والله اسمع اكثر شيء الاستاذ سمير الله يرحمه. الله يرحمه. اي يعني انا احب له الله. مقطوعه كلش حلوه. يقول يا وصفه صبرنا نطارة العقروق، وجه الصبح يخفى وتاكل الحيه، وما دام المسود اللازم المعبار شبع من الكفخ بالروحه والجايه. الله يرحمه كبير. الله يرحمه. كثير من البرامج الشعريه اللي الان يعني تعرض على القنوات العراقيه ظهروا بها كثير من الشعراء الشباب، تعتبر ضاف شيء للشاعر الشاب اليوم صارت له اسم وشهره؟ اكيد يعني اليوم خلينا نكون وياك واقع، حتى البيئه اللي عايش بيها انت، شوفي لو تكون اقوى شاعر اذا ما عندك لقاء بالتلفزيون ما حد يعني مو ذات هميه، يعني ما حد يهتم لك لو اقوى شاعر. يعني هسه صارت هذا الوقت بعض المجتمع، يعني مو يعني احكي على انه الذواقين والشعراء، لا لا احكي على مجتمع كاستماع يعني. اذا ما يكون عنده لقاء بالتلفزيون ما حد يعترف به، هاي وحده. الشغله الثانيه من يعني اذا قصدك اكل يستحق او لا يستحق، مو يستحق او لا يستحق، لكن اليوم مو اي شاعر يقدر يظهر. اكيد انه الشاعر يراد لها جرعه، يعني يكون لازم جريء واثق من قصيدته. ذيك الساعه اذا امتلك ذن الامور يعني بين قوسين ضبط شاعريته مضبوطه، يعني شاعر مو احساس شاعر، لا شاعر يعني. ذيك الساعه يقدر، ليش ما يقدر؟ الالقاء القائك شلون طورت اليوم؟ الالقاء ياخذ نصف القصيده، يا اما يظلمها يا اما ان هي ينجحها. اذا اقول الشغله خاف تضحكون، يعني اقعد بيني وبين نفسي. السنه البارحه قلت هاي القصيده شلون اقراها، هيك ظلت شلون يعني اللي يمثل يقعد وحده. هذا اساس النجاح ترى. اي سديت باب الغرفه، اني باكر راح التقي بالست شهد، تحياتنا لك، التقي بيها شلون يعني بيني وبين نفسي. هاي راح التقي بيها شلون اقعد، شلون اسوي، شلون كذا، بروفات تسوي. اي بيني وبين نفسي يعني. هاي انا هذا اللي اني بس غيري بعد ما اعرف. طيب احمد، الشعر الشعبي يتطلب اوزان وقوافي ولغه. اكيد. شلون هذا النيل قدرت انه انت تضبطهن لحد ما تطلع قصيده صحيحه؟ صحيحه. اكو البعض ومن ضمنهم انا نكتب على الاذن الموسيقيه. يعني عندنا مثل نقول هاي الاغنيه هيك وزنها، انت من ضبطت اللحن ضبطت الوزن. اما مرور الايام يعني من تلتقي بشاعر ممكن اكو في بعض الامور يقول لك عندك مثل روي اللي هي القافيه، مثلا يقول شلون ما حسيت، هسه راح اقلب لك اياها كمثال حتى لا تحسب علي. يقول ما حسيت بهن العفو، لا بي حظز على الصدق ولا بي حظت ناسه بس والله مت من التعب والجسم صار جنازه. هنا صار شلون روي. فانت من راح تلتقي بشعراء من راح يعني راح تعرف ذن الامور. راح يمكن اذا تنضم المنتدى وكان ابو المنتدى انسان طيب ويحب يساعد الناس، فهو ليش يسوون هم اجتماع كل شهر او كل جمعه؟ استاذ رسول كل جمعه مجتمع بكم. جلسه برلمان محمد الحلبوسي، تحياتنا له رئيس المنتدى، الانسان الطيب والراقي خلوق. ايه فيعني الانسان يقدر يطور بنفسه. هو طيب. كل انسان بعمله. شوف الانسان اذا راد شيء يصنع نفسه. صح. ايه. طيب احمد، انت ذكرت لي قصه، ممكن انه هي تكون قصه عابره لكن هي مو عابره وبيها جدا معاني عميقه. انه انت عسكري ومن بعد 3 اشهر غياب عن البيت رجعت ما عرفت ابنك، يعني أيوة زوجتك والده ما عرفته. لا مو والده، هي يعني ابني استوى يمشي. لا استوى يمشي. فهو انا من التحقت للدوام كانت حرب هي 2014. التحقت بقيت تقريبا 2.5 شهر او اكثر يعني. تعرفين انت اجواء الحرب ومكان ساقط وانا متصوب هنا براسي يعني. صح ذكرت. فجيت لقيتهم زينين الشعراء، طبيت قلت لهم منين هذا الجاهل؟ انا هيك وصلت مرحله
اي والله قلت له منين هذا؟ ما كتبت شيء؟ والله هي بوقتها يعني ما تقدر حتى تكتب، لان خانك التعبير؟ التعبير هواي يخونني، لانه بهيج موقف يعني باوعت على نفسي، يعني وصلت مرحله ما ادري يعني ايش قلت لنفسي، يمكن مخبل اني ايش فيها ابني ما عرفته. اي يعني هيك من كثر ما خان التعبير يعني تفاجأت انا بنفسي، ابني ما عرفته. تعتبر انه انت بحكم عملك ممكن انه صار لك انه تصير مواقف قدامك اكثر، تصير قصص قدامك اكثر، خلتك تكتب اكثر؟ اي طبعا. مواقف يعني هوايه اكون مقطوعه اقول والله ما اتذكرها يعني انه شلون هي. المهم على العموم الموقف يخليك هسه انا اكثر القصائد اكتبهن يعني بالدوام. صح. على موقف يعني مثلا سمعت شخص يخابر وكذا وهيك صار انا ما اقدر من احكي. ابسط الاشياء تمر عليك ممكن تخليك تكتب. فكتبت له الولد، هو ما يدري، انا سمعه يسولف هو وشخص. يعني نكون ما اريد اوضح القصه اكثر، خاف ايش كتبت له؟ قلت له على لسان الولد يقول للي يتصل بي، يعني هو كان شوي صديقته او كذا هاي، فقلت له لا تقل له انتظر، موسم حصادك فات والسن بالكرهتش ما صعد سعره. الهاون من سكت طعناته منه وبيه شابع ضيم لكن ما حد يقدره. يلا. غصنك من ذبل شو تعوض الفلاح، شخ خيرك بعينه وما بقى الثمره، ما شانق حلم قاتل سواد العين، خطيه الليل صيفك قصر بعمره. اللي بروحه الجرح شت نفعه ابره وخيط، كسر عظام هو وتقدر تجبره، ذيرت الطيور بعشها كانت تعيش، ما نغلط بعد ونعيد هالفكره، ارجع للقطار جابك يوديك، غير مشتاق بين غير اللي نطره خيرك مو الي، للعندك قوم فلوس بنات الليل تعشق مال اللي طشره، رابو يا الحضر شمعلمك الدقناي، اصابيعك هذا المودة تشن ظهره، اعمى على الجرب قاعد يرام حجار، ما يدري اللي يشيل الماز ويشمره، تعب كل العمر ضيعته ملح بماي، وسنين البقت لا تشفن متحضره، ليش انا بمحبتك قصرت وياك؟ شقد قالوا العوفه وما اخذت عبره، اثاريها تشفوف والحنه منها تروح سكته بلا صوت ومنها تتبره، احطك بالكتاب بيات مال اشعار، واقراك الله يا جرح الصاير ايش كبره، وجع بي من اسولف تفهم الخرسان وانت وياي فاس وتطعن الشجره. الله عليك. الله يسلمك. ابدعت. الله يحفظك. وجدا استمتعت بالحديث وياك، للاسف داهم الوقت طبعا. تحياتي لك وتحياتي زوجتك بما انها تتابعنا هسه. بعد اكتب لها قصيده ان شاء الله اللقاء الجاي نسمعها. ان شاء الله على اللقاء الجاي. نورتني احمد، الله تشرفت بيك وتشرفت بمعرفتك. وتحياتي لكل اهالي الكوت الطيبين وكل الهلا بيك. الله يعزك، وتحيه لقناتكم الموقره، القناه الحلوه اللي خدمت هواي ناس، وشكرا للكادر الموجود كله. حياك الله ونورتنا ويا هلا بيك. مشاهدينا الكرام اكيد ما زلنا مستمرين وياكم، لكن عندنا انتقاله الى فقره اخرى من فقراتنا وهي فقره تقارير الظهيره. اليوم فقره تقارير الظهيره مع الزميل ماجد الصقر. خلينا نروح للبصره الى الفيحاء ومن بعدها اكيد راجعين وياكم. رسم الابتسامة على شفاه مئات الأطفال من الأيتام هي الغاية من إقامة مهرجان ضم الخير السنوي بنسخته الثانية. المنظمون تحدثوا عن فقرات المهرجان وما يتضمنه من فقرات ترفيهية وتعليمية، هدفها الأول إسعاد الأيتام وعوائلهم. اهلا بكم قناه سمراء الفضائيه. طبعا اليوم احنا بمهرجان ضم السنوي الخيري. هذا المهرجان هو اكيد للاطفال الايتام. الغرض من المهرجان هو اكيد الفرحه للاطفال بهيك ايام. تعرف انت خصوصا بهيك ايام العوائل تطلع وتفرح وتتونس. بالمدن الموجوده عندنا بالبصره اليوم استهدفنا 400 طفل هم وعوائلهم. طبعا موجوده جوائزهم مقدمه اكيد من فريق ضمه التنظيمي للمهرجان. راح يكون الهدايا، بالنسبة للهدايا راح تكون بها الأسئلة ذكية وخفيفة للأطفال، وألعاب خفة يد وألعاب الدمى مثل ما شفتوا، هي فرحة للأطفال. كما تضمن المهرجان بازارا خيريا خصص ريعه للأطفال الأيتام عله يساهم في التخفيف عنهم بعض الشيء من قساوة الحياة. شاركنا اليوم مهرجان ضمة، مهرجان دعم الطفل اليتيم، وإن شاء الله تعالى راح تكون مبيعاتنا اليوم بهذا البازار أو هذا المهرجان لدعم الطفل بإذن الله تعالى.
فحبت شركة البيت العماني للعطور والزهور انها تشارك بهذا المهرجان، وان شاء الله راح تكون مبيعات اليوم باذن الله تعالى دعم الطفل اليتيم ان شاء الله تعالى. دعم هؤلاء الأيتام وفرحة بسيطة لهؤلاء الأطفال، فإحنا جينا لهذا البزار وهذا المهرجان حتى نساهم ولو بشيء بسيط لدعم هؤلاء، وإن شاء الله كلكم خير وبركة لدعم كل المجالات اللي هي دعم لهؤلاء الأيتام الفقراء. السلام عليكم. كلش هم يعني لعبونا ونسونا وطونا جوائز هواي ونطالب رواتب من الدولة. دعم شريحة العوائل المتعففة والفقيرة والأيتام واجب إنساني وأخلاقي، وهذا ما حث عليه الإسلام الحنيف في الكتب السماوية. هذا وتبقى المبادرات الإنسانية لدعم شريحة الأيتام من المبادرات الجيدة التي تزرع الفرح والابتسامة وتخفف عليهم ألم الحرمان وفقدان الأحبة. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وشكرا للزميل ماجد الصقر على هذا التقرير اللي عدلنا اياه من محافظة البصرة الفيحاء. بالتأكيد اليوم واجبنا تجاه الأيتام واجب مقدس، وأيضا واجب مهم، واليوم شريحة الأيتام شريحة جدا مهمة بالمجتمع. احنا بسبب الحروب اللي مرينا بها وبسبب الوضع الأمني السابق فقدنا كثير من الشهداء، وبالتالي هم أكيد عندهم أولاد وعندهم زوجات. اليوم اليتيم اللي أبوه شهيد ومستشهد من أجل يدافع عن بلده وعن أرضه، اليوم واجبنا اتجاهه واتجاه أطفاله واجبه انه احنا ما نحسسهم انه هم طبقه مهمشه، طبقه ما لهم اي رعايه، بالعكس لازم يكون لهم رعايه تامه، وايضا لهم جانب ترفيهي وجانب معنوي، نرفع من معنوياتهم، نحسسهم انه لهم اهميه مهمه جدا بالمجتمع ولهم مكانه بالمجتمع. بالتالي انه رب العالمين ذكرها بكتاب العزيز، فاما اليتيم فلا تقهر. اليوم إذا عندكم شخص يتيم بالعائلة حاولوا إذا كان له حق لا تاخذوا من عنده، لا تقهروه، لأنه بالتالي هذا فاقد يعني أحد أبويه، أحد أعمدته اللي هو مستند عليها. لازم أكو جهات مختصة شهريا أسبوعيا تسوي إنه حملات للأيتام وأيضا حتى للأرامل. أبسط ما نقدمه لهم، أبسط ما نقدمه لهاي الشريحة المهمة، خصوصا إذا كانوا أطفال. دائما الطفل إنه يحس إنه إذا فاقد والدته أو والده يحس إنه عنده فد نقص معين، عنده مثلا فد غصة بداخله. إحنا ما راح نقدر نسد هاي الغصة ولا راح نقدر نعوضه عن أمه أو أبوه، لكن نخفف عليه حمل وثقل هاي المسؤولية اللي يحملها هو وطفل صغير. إذا اليوم مسؤولية الأيتام مسؤولية الجميع. حاولوا إنه أنتم تكونون أكثر يعني حنية عليهم، هذا راح يعني حيصيبكم أجر كبير عند رب العالمين. حتى إذا كان عندكم جار عنده أيتام، أو مثلا أنت كمدرسة أو كمعلمة عندك طفل يتيم، أو يعني أقصد طالب يتيم، حاولوا أنه تشوفون شنو احتياجاته، من شنو يعاني، إذا عنده فد مشكلة معينة، عنده فد قصة معينة تقدرون تساعدون تقدموا له أبسط الأمور بها. بالتالي أنه اليوم الأيتام لهم حق علينا، الواجبات علينا، لازم أنه إحنا نأدي واجبنا تجاههم، وخصوصا من الناحية المادية من الناحية المعنوية. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل وياكم إلى فقرة أخرى من فقرات الظهيرة، وبعدها أكيد راجعين وياكم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. رجعنا لكم بعد ما شفنا هذه الفقرة اللي فقرة مبدعين اللي تحدثت عن الفنان الكبير الراحل سمير غانم، هذا الفنان المبدع اللي شفناه بأدوار الكوميدية وأيضا أمتعنا بكثير من المسرحيات وأيضا المسلسلات والأفلام السينمائية. بالتالي قامات فنية مصرية وعربية وعراقية غادرت الحياة بسبب كورونا وأيضا بسبب الفيروس اللي أخذ جزء وشريحة مهمة من الفنانين والمبدعين الكبار. بالتالي اليوم سمير غانم ترك بصمة وأثر جدا مهم وجدا رائع بعالم الدراما المصرية والعربية. كان ثنائي جميل مع كثير من الفنانين، منهم عادل إمام حتى ويا زوجته ويا بناته. كثير من الممثلين اللي ممكن أنه يدخل عالم التمثيل، لكن من الصعب جدا أنه هو اليوم يترك بصمة بهذا العالم الكبير. عالم الفن عالم جدا واسع، مو سهل اليوم أنه أني أترك أثر وأترك لمسات فنية وإبداعية ومن بعد ما أني أغادر الحياة أظل على ذكر بعالم الفن، أظل أنه أني يذكر اسمي ببرامج تلفزيونية، يذكر اسمي بأعمال مهمة، أعمالي تخلد. إذا هنا يعتمد على الفنان نفسه من ناحية الإبداع، من ناحية العطاء، من ناحية الكاريزما، من ناحية اختيار الأدوار بالشكل المتقن. لأنه بالتالي اليوم الفنان خصوصا إذا عرف شنو يختار إلى من أعمال من شخصيات راح يقدر أنه هو يعكس ما بداخله. مستحيل اليوم الفنان يقدر أنه يمثل شخصية ما تناسب شخصيته أو ما تشبه شخصيته. مشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل وياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا وبعدها أكيد راجعين وياكم. اسطنبول أكبر مدينة في تركيا. اسطنبول والمعروفة تاريخيا باسم بيزنطة أو القسطنطينية أو الإستانة وإسلامبول، وهي أكبر مدينة في تركيا وينظر إليها كمركزا اقتصاديا وثقافيا وتاريخيا للبلاد. تمتد المدينة على مضيق البسفور وتقع في كل من أوروبا وآسيا، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة، ويشكلون 19% من سكان تركيا. اسطنبول هي المدينة الأوروبية الأكثر اكتظاظا بالسكان والمدينة ال15 في العالم. تعد اسطنبول مدينة كبرى حيث تغطي مساحة المدينة 39 مقاطعة تشكل محافظة اسطنبول. تطوق اسطنبول المرفأ الطبيعي والمعروف باسم القرن الذهبي الواقع شمال غرب البلاد والمعروف قديما باسم تراقيا. تأسست المدينة باسم بيزنطة في القرن ال17 قبل الميلاد من قبل المستوطنين اليونانيين من ميغارا. في عام 330 جعلها الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير عاصمة للإمبراطورية، وعاد تسميتها أولا إلى روما الجديدة نوفا روما ثم القسطنطينية من بعده. نمت المدينة من حيث الحجم والنفوذ، وأصبحت في نهاية المطاف منارة لطريق الحرير وواحدة من أهم المدن في التاريخ. كانت هذه المدينة عاصمة لدول الإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل، فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطينية والإمبراطورية اللاتينية والدولة العثمانية. وفي معظم المراحل أحيطت المدينة بهالة من القداسة، إذ كان لها أهمية دينية كبيرة عند سكانها وسكان الدول المجاورة، فكانت مدينة مهمة للمسيحيين بعد أن اعتنقت الإمبراطورية البيزنطينية الدين المسيحي قبل أن تتحول لتصبح عاصمة الخلافة الإسلامية من العام 1517 حتى انحلال الدولة العثمانية في العام 1924. آيا صوفيا من أهم المعالم في المدينة.
شيد هذا المبنى بالأساس ليكون كاتدرائية البطريركية الأرثوذكسية، وعند الفتح الإسلامي تحول إلى مسجد، وعند قيام الجمهورية التركية أصبح متحفا. كان هذا المبنى كاتدرائية القسطنطينية في الفترة الممتدة بين عامي 360 و 1453. مسجد السلطان أحمد بني هذا المسجد في الفترة الممتدة بين عامي 1609 و 1616 خلال عهد السلطان أحمد الأول، ويعرف أيضا باسم المسجد الأزرق. مسلة تحتموس الثالث، كانت هذه المسلة موجودة في معبد الكرنك جنوب الصرح السابع، حيث رفعها الفرعون تحتموس الثالث آمر الإمبراطورية قسطنطينوس الثاني بنقل هذه المسلة وواحدة أخرى عبر نهر النيل وصولا إلى الإسكندرية عام 357. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وإلى هنا أصل بكم إلى ختام حلقتي في هذا اليوم. أتمنى أن استمتعتوا ويانا بفقراتنا اللي قدمنا لكم إياها من خلال برنامج استراحة الظهيرة. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وأيضا شكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعة من الوقت. انتظرونا يوم غد إن شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.